هذه حولها كلام كثير. الحكم قرر ركلة جزاء للهلال بعد العودة للتقنية. تفضل يا كابتن. تعال من نفس المباراة ومن نفس الحالة بتاعت كوليبالي. الراجل لعب الكورة، خلاص هيتحاسب على ايه بعد كده؟ انتهى الامر. لعب الكورة ولا ما لعبش الكورة المدافع؟ لعب الكورة المدافع، خلاص هو مش هيقدر يتحكم في حركة جسمه، انتهت الكرة اتلعبت وراحت في اتجاه تاني خالص، وبالتالي لا يوجد ركلة جزاء. نعم. اذا عايز اقول لك الملخص ايه؟ قرار الحكم ملخص إيه؟ المباراة. قرار الحكم خاطئ، ركلة جزاء غير صحيحة يا كابتن. قرار حكم الفار برضو، واشترك مع الحكم لانه راح راجع. عايز اقول لك انه هناك 3 قرارات كارثية لحكم الفار النهارده. ركلتين جزاء وقرار بالطرد، واتفق معاه الحكم بعد المراجعة، وبالتالي اعتقد التحكيم النهارده بالنسبة لي ومن وجهة نظري ومع احترامي لجميع وجهات النظر، تحكيم النهارده الحكم ده ما اعتقدش ان احنا هنشوفه تاني في الدوري الروسي. نعم. كم تعطيه النسبة من 10 او الدرجة؟ 6 من 10. 6 من 10. طيب تعتبر درجة منخفضة. وحكم الفار 0 من 10.